بريب 3. جاهزين النهارده نجمع كل الافكار الموجوده في كتاب التقييمات بالنسبه للجيومتري. احنا سبق واتكلمنا على الجبر، فالنهارده خلص كل افكار الجيومتري ان شاء الله. يلا بينا نبدا. يلا بينا نبدا المراجعه بتاعتنا اللي هتغطي كتاب التقييمات. كتاب التقييمات بتاعنا بيتقسم ل 3 بارتس. هم ايه 3 بارتس بتوعنا؟ ريفيجن على الفيرست مانث، ريفيجن على السكند مانث، وريفيجن جنرال على المنهج كله. فاحنا اول بارت بتاعنا هنغطي فيه ايه؟ الفيرست مانث. خلي بالك 3 بارتس كلهم موجودين في الفيديو دوت، بس انا مقسم لك الفيديو بتاعنا ل 3 بارتس بحيث ان انت ايه تعرف تاخد بريكات في النص براحتك. اوكي، يلا بينا نبدا بالفيرست مانث. فيرست مانث واول كويستشن عندنا بيقول لي ان انا معايا سيركل. السيركل دي السنتر بتاعها ام، وبعدين راديوس 5. فانا عارف ان الراديوس اهو 5 سنتيمتر. تمام كده. بيقول لي ان البوينت A belong لل L. اوكي، ماله بقى؟ بيقول لي ان الام A perpendicular على اللاين اسمه L، وبعدين الام A 7 سنتيمتر. حلو، انا بتحرك من البوينت اسمها M، بتحرك بخرج لبره عشان اعمل 7 سنتيمتر. فانا لحد هنا وصلت ل 5 سنتيمتر، محتاج اكتر اكتر من كده شويه عشان اوصل لل 7. فعشان اعمل 7 سنتيمتر طلعت بره السيركل. فاللاين اللي هو بره السيركل ده اسمه ايه؟ لاين اوتسايد السيركل. كويستشن 2 بيقول لي ان انا معايا سيركل السنتر بتاعها ام، الدايمتر ب 7، يبقى الراديوس بكام؟ ب 3.5. فانا عارف ان الراديوس اهو ب 3.5. بيقول لي ان البوينت بي is a point in a plane. يعني ايه in a plane؟ يعني ممكن تكون موجوده على الورقه بتاعتنا في اي حته في الورقه، ممكن تكون جوه السيركل، على السيركل، او اوتسايد السيركل، بس ما اعرفش شايفين بالظبط. بيقول لي بقى ان الام بي ب 4 سنتيمتر. يلا نشوف الفور دي هتودينا فين. انا كده كده اقل من ال 3.5. اول ما اوصل للسيركل كده انا وصلت ل 3.5، انا عاوز 4 بقى. يبقى هعدي ال 3.5 واخرج من بره. يبقى البوينت بي هتكون فين مكانها؟ اوتسايد السيركل. طب بيقول لي هنا diameter of circle 10، radius بكام؟ ب 5. بيقول لي ال line L is 5 away from the center. انا عندي سيركل اهي، في لاين اسمه ال، اللاين ده مسافته قد ايه من السيركل؟ 5. طبعا الاول انا معايا في الراديوس اهو 5، واللاين ال برضو 5. معنى كده ان هو فين؟ على اول السيركل، لامس السيركل اهو، لامس السيركل، يبقى اسمه ايه؟ تانجنت. التلات اسئله غطوا لي الافكار بتاعتنا. انا عندي دلوقتي البوينت، لو الديستانس بين البوينت والسنتر اقل من الراديوس يبقى البوينت دي اكيد جوه السيركل. لو هي بوينت هتبقى انسايد السيركل، لو هي لاين هتبقى سيكنت. انما لو بتكلم عن البوينت موجوده على السيركل بالظبط فهي اون ذا سيركل، ولو هي لاين تبقى اسمها تانجنت. لو بره السيركل يبقى اسمها ايه؟ اوتسايد. تعال نبص على الافكار اللي بعد كده. بيقول لي ان انا معايا سيركل ام، الدايمتر بتاعها 8. خليك عارف ان الراديوس بكام؟ 4. وبعدين بيقول لي ان اللاين ال اوتسايد السيركل. السيركل اهي ام، والراديوس بتاعه اهو ب 4 سنتيمتر. بيقول لي اللاين ال فين؟ بره السيركل. ما دام انا عارف ان هو بره السيركل، ينفع يكون 4؟ لا، ده اكيد بعد ال4، يبقى هو جريتر ذان 4. جريتر ذان ايه؟ 4. اللاين ال ابعد من ال4، يبقى من 0 ل 4 لا، 0 ل 4 لا، 0 ل 8 لا. انا عاوز حاجه بعد ال4، يبقى ال4 اوبن لحد الانفينيتي، ممكن يبقى 5، ممكن 6، ممكن 100. المهم ان هو اكتر من ايه؟ 4. بيقول لي معايا 2 tangent draw from the two end point of diameter. السيركل اهي ورسمت لها diameter اهو، الام اهي والdiameter اهو. هرسم 2 line tangent عند الاند بوينت. ادي tangent هنا عند الاند بوينت الاولانيه، دي اند بوينت بتاعت الدايمتر الاولاني، ودي اند بوينت بتاعت الاند بوينت الثانيه بتاعت الدايمتر. هرسم عليها برضه tangent اهو. التو تانجنت دول ايه علاقتهم ببعض؟ ايه علاقه ال L1 بال L2؟ علاقتهم ببعض، هما الاتنين مالهم؟ باراليل. فين هي السؤال اهو؟ صح، احنا سرحنا يعني جت تحت. طب بالنسبه للكويستشن نمبر 6 بيقول لي ايه بقى؟ بدأ يتكلم عن تو سيركلز، سيركل اسمها M وسيركل اسمها N. ماشي، الدايمتر بتاع الاولانيه 8 والدايمتر بتاع الثانيه 5، يبقى الراديوس بتاع الاولانيه 4 والراديوس بتاع الثانيه 2.5. بيقول لي ايه بقى؟ ان ال MN ب 15 then the two circles are formed ايه؟ يا ترى نوع التو سيركلز دول ايه؟
عشان احدد نوع التو سيركلز بعمل ايه؟ بعمل التو ريديوس دول بلس بعض وماينس بعض. لو عملتهم بلس بعض هيديني 4 بلس 2.5 اللي هي 6.5، ولو عملتهم ماينس 4 ماينس 2.5 ب 1.5. ده الماينس وده البلس. بص بقى معايا، لو الديستانس بين الام ان بين التو سيركل اقل من ال 1.5 يبقى التو سيركل دول 1 inside the other. لو الديستانس بين التو سيركل ام ان equal الديفرنس يبقى touching internally. لو between في النص between ال 1.5 وال 6.5 يبقى هو ايه؟ intersecting. لو equal للصم بتاعهم اللي هو 6.5 يبقى touching externally. انما لو هو greater than الصم اللي هو greater than 6.5 يبقى هو ايه؟ distant. يبقى ال MN greater than 6.5 هو distant. اوكي؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي ال MN are two intersecting circles with diameter 5 and 2. انا حاسس ان كلمة diameter دي مكتوبة غلط، حاسس ممكن تكون radius، هو قصده radius بس مش مشكلة، احنا هنحل على المكتوب. المكتوب هنا diameter يبقى radius الاولاني ب 2.5 والراديوس التاني غريب قوي radius ب 1 دي، يبقى radius التاني بكام؟ ب 1. ماشي. هو بيقول لي دلوقتي بيقول لي ان هما التو سيركلز انترسكتنج، عاوز اعرف الام ان هيكون بكام. بص، ما دام انترسكتنج بنعملهم بلس بعض وماينس بعض. لو عملتهم بلس بعض هيديني 3.5، ولو عملتهم ماينس هيديني 1.5. فالمفروض ان الام ان يكون بتوين ال 1.5 وال 3.5 وبتكون الانترفال ايه؟ اوبن. بس زي ما قلت لك هي غالبا الكلمه دي غلط، هي مش diameter هي radius. radius ب 5 وريديوس بكام؟ ب 2. فساعتها هعملهم ماينس بعض يديني 3 وبلس بعض يديني ايه؟ 7. فساعتها هيبقى اوبن انترفال من 3 لايه؟ ل 7. فين هي؟ اهي لتر ايه. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي axis of symmetry of common chord AB of two intersecting circles. يعني ايه intersecting circles؟ بيكونوا مرسومين كده، ادي السيركل الاولانيه وادي السيركل الثانيه M N. في common chord ما بينهم اللي هو ال AB ده. AB ده common chord. مين بقى الاكسس اوف سيمتري بتاع الاي بي اللي هو الكومن كورد ده؟ اللاين اللي بيقسمه نصين هو اللاين ده الام ان. يبقى اللاين ام ان هو الاكسس اوف سيمتري اوف كومن كورد. السؤال ده مهم. 9 بيقول لي number of circles passing through 3 points on the same straight line. point A point B point C. تخيل معايا كده ان دول 3 points على نفس الستريت لاين. هل ممكن ارسم سيركل تلف عليهم هما الثلاثه؟ يعني تبقى ماشيه كده، يعني في حاجه كده، في حاجه في الدنيا كده؟ لا، يبقى زيرو. measure of arc، عايزين نجيب الميجر بتاع الارك اللي ماله represent quarter of measure of circle. هي السيركل كلها 360، كوارتر بتاعها يعني ربعها، يعني اعملها divide 4. 360 divide 4 اديني كام؟ 90. بعد كده بيقول لي smallest circle can be drawn passing through to point A و B. لازم تكون فاهم حاجة. لو عندي لاين اسمه AB، اللاين ده 8 سنتيمتر. اصغر سيركل ممكن ارسمها بحيث ان السيركل تعدي على التو بوينت A و B هي السيركل المرسومه واخده ال AB diameter ليها. يبقى اصغر سيركل تعدي على ال AB هي السيركل المرسومه واخده ال AB ايه؟ diameter ليها. ما دام ال AB diameter وهو ال AB بكام؟ ب 8 يبقى radius بكام؟ ب 4. inscribed angle draw in semicircle. سيركل اهي سيمي سيركل يعني قسمتها نصين AB اهي، ده الدايمتر بتاعي. بيقول لي ان في انسكرايبد انجل مرسومه كده موجوده فين؟ في نص السيركل. ماشي، مش نص السيركل يعني كل ده ب 180، كل ده ب 180. يبقى الانسكرايبد اللي بص على نص السيركل هاف ل 180 اللي هي بكام؟ ب 90 degree. يبقى رايت انجل. measure of inscribed angle in is 30 degree. الانسكرايبد ب 30. الميجر بتاع السنترال اللي معاها على نفس الارك، انا عارف ان السنترال قد الانسكرايبد مرتين. لو الانسكرايبد ب 30 يبقى السنترال بكام؟ ب 60. شكرا. كده خلصنا التشوز بتاع الفيرست مانث. يلا ندخل على الاساي بتاعه. يلا بقى ندخل على اسئله الاساي. اول سؤال عندنا بيتكلم في ايه؟ بان هو راسم لي تو سيركلز. تو سيركلز دول بنقول عليهم كونسنتريك، معنى كده ان هما الاثنين عندهم نفس السنتر اللي هو الام. اوكي. والاي بي كورد ده في السيركل الكبيره،
والدي سي لو خدت بالك كورد في السيركل الصغيره. بيقول لي ان الام او بيربنديكولار على اللاين كله. واحده واحده. تعال نتكلم عن السيركل الصغيره in a small circle. انا عندي ايه في السمول سيركل؟ انا عندي الام او بيربنديكولار since ان ام او بيربنديكولار على مين؟ على الدي سي. طب خلاص ما دام بيربنديكولار على الدي سي، لما يكون عندي لاين جاي من السنتر بيربنديكولار على الكورد بيعمل ايه؟ بيعمل بايسكت للكورد. يبقى therefore ان الاو ان دي او ايكوال او سي. اللاين ده ايكوال اللاين ده. دي او ايكوال او سي. ده فين؟ في السيركل الصغيره. طب تيجي نعمل نفس اللعبه بالظبط في السيركل الكبيره. in big circle. اوكي. هنعمل ايه؟ نفس اللقطه بالظبط since ان الام او perpendicular على مين؟ على الاي بي كله. يبقى therefore ما دام perpendicular على الكورد فبيقسم الكورد كله نصين. يبقى اللاين ده equal اللاين ده. يبقى البي او equal الاو اي. يبقى كده انا معايا اللاين الاخضر ده كله equal اللاين الاخضر ده كله. البي او equal الاو اي. وانا عندي اوريدي من الاول الدي او ايكوال او سي. انا عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز اجيب ان اللي بره ايكوال بعض الاي سي والبي دي. طب ما نعمل سبتراكت. باي سبتراكت. دايما لما بتعمل سبتراكت تعمل سبتراكت الصغير من الكبير. مين الصغير؟ السيركل الصغيره اهي 1 from 2. 1 from 2. يبقى therefore على طول ان البي دي ايكوال مين؟ ايكوال اي سي. كده خلص المساله بتاعتي. المساله دي سهله وبتيجي كتير. تعال نبص على اللي بعدها يلا. المساله اللي بعدها مديني تو سيركلز. زي ما انا شايف كده التو سيركل دول عملوا انترسكت مع بعض، وطالب مني اجيب الانجل بي اي سي. بي اي سي الانجل اللي هنا دي. شايف الانجل دي؟ حلو. يلا نبدا نمشي بالسؤال واحده واحده. انت عندك تو سيركلز انترسكت ات اي بي. ما دام لما يكون عندك تو سيركل انترسكت فمعنى كده ان الاي بي اسمه ايه؟ كومان كورد. يلا نكتب الكلام ده. since ان two circles intersect. يبقى زي الفل على طول ان AB is common chord. ما دام الاي بي كومان كورد، ايه المميز في الكومان كورد؟ لازم تكون عارف ان الكومان كورد بيتعمل له بايسكت وبيتعمل له بيربنديكولار من مين؟ من الام ان. اللي يهمني حوار البيربنديكولار. يبقى زير فور ان ام ان بيربنديكولار على مين؟ على الاي بي. يعني الانجل دي بكام؟ ب 90. يبقى زير فور measure of angle AHM equal كام؟ 90 degree. كده معايا 90 ومعايا 110. تعال نحاول نجيب الانجل اللي هنا دي بكام. هو قال لي ايه عن الكورد اي سي؟ هو قال لي ان الاي سي كورد في السيركل ام والدي از ميد بوينت. لما يكون عندي الدي ميد بوينت للكورد بيحصل ايه؟ لو في لاين جاي من السنتر رايح على الميد بوينت دي بيعمل بيربنديكولار على الكورد. since ان الدي ميد بوينت since ان الدي از ميد بوينت. ميد بوينت لمين؟ للكورد اي سي. يبقى therefore على طول ان الام دي بيربنديكولار على الاي سي. بيربنديكولار انا عامله لك ايه؟ 90 هنا. يبقى therefore ان measure of angle ADM equal 90 degree. كده واحدة واحدة بص معايا كده. A H M D. انت جبت ان الام موجود عندك ب 110 والاتش ب 90 والدي ب 90. انت عايز تجيب مني دلوقتي؟ عايز اجيب الاي صح؟ ممكن اجيبها ازاي؟ therefore ان measure of angle A equal انا عارف ان دول 4 angles يبقى 360. 360 minus 110 plus 90 plus 90 equal كام؟ equal 70 degree. كان ممكن واحد صايع شويه يقول لي يا مستر مش انا عندي كوادريلاترال وكوادريلاترال دوت فيه تو انجل واحده ب 90 واحده ب 90. ما انا اقدر اعمل بروف واقول له ان ده سايكليك كواد. ولو ده سايكليك كواد
فممكن اجيب ما دام دي 110 فاعمل 180 ماينس 110 يطلع ايه 70. هي براحتك اعمل اللي انت عاوزه. احنا كده حلينا المساله. بص على بعدها يلا. عندنا سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي بروف ان انت عندك السي دي تانجنت. ازاي ابروف ان السي دي ده تانجنت؟ تعالى نطلع شويه لفوق. عايز ابروف ان السي دي تانجنت. تانجنت مين؟ تانجنت عند البوينت دي. عايز ابروف ان ده تانجنت اللاين ده. امتى يطلع تانجنت؟ لو والله دي طلعت 90. لو جبت دي طلعت 90 يبقى ده اسمه ايه؟ تانجنت. ماشي. تعالى نمشي مع بعض. انا ممكن العب لعبه بسيطه قوي قوي قوي. ازاي؟ انت عاوز تفايند الانجل دي، ممكن تجيبها بطريقه سهله. ازاي؟ انت عندك انجل ب 55 وانجل ب 125، محتاج تجيب الانجل دي. يبقى كده معاك 1 2 3 تجيب الرابعه. يلا نحاول نجيب التالتة دي الاول عشان نجيب الرابعه لا بعد كده. انا عندي تو سيركلز مالهم intersecting M and N since M and N are two intersecting circles. يبقى therefore ما دام intersecting circles يبقى ال AB common chord. ما دام common chord معمول له perpendicular يبقى therefore ان ال MN عامل له bisect perpendicular. perpendicular على مين؟ على ال AB يبقى عامل angle ب 90. يبقى therefore ان measure of angle تعال نسميها اي حاجه بقى. E مثلا A E N equal كام؟ equal 90 degree. طب خلاص معاك يلا معاك انجل واحده الثانيه الثالثه 90 و 55 و 125 تعرف تجيب الرابعه بكام؟ بسهوله. يبقى therefore measure of angle دي equal 360 minus مين؟ minus 90 plus 125 plus 55 تديني كام؟ تديني 90. وما دام هي ب 90 يبقى therefore ايه؟ ان السي دي tangent للسيركل at دي. بس كده. يلا نبص على بعدها. عندي هنا مسألة طالب مني إن أنا أعمل بروف إن السي دي والإكس واي إيكوال بعض. السي دي اللي هو اللاين ده الكورد ده، والإكس واي اللي هو الكورد اللي هنا ده. عاوز أبروف إن التو كورد دول إيكوال بعض. ماشي. ممكن نعمل إيه؟ تعال نبص على سيركل. تعال نبص على السيركل الكبيرة. هو مبدئيا هو قايل لي إن أنا معايا تو سيركل ار انترسكتنج صح؟ فأنا أول ما بدخل في انترسكتنج سيركلز بقول على إن أنا عندي إيه؟ أنا عندي كومن كورد سينس إن M and N two intersecting circles. ايه التو اللي انا كاتبها دي؟ two intersecting circles. وبعدين يبقى therefore ان ال AB common chord. مادام common chord يبقى عامل perpendicular. يبقى therefore ان ال MN perpendicular على مين؟ على ال AB. جملتين محفوظين بكتبهم في كل مرة. common chord intersecting يعمل لك common chord يعمل لك perpendicular مع ال MN. وبعدين دلوقتي قال لك ان ال مين ميد بوينت؟ قال لك ان ال AB وال O are mid point of CD. حاسس ان في حاجه غلط. لا من اول هنا. ال O mid point للسي دي. ال O اللي هنا دي mid point للسي دي. هو انت لما يكون عندك mid point في الكورد بيحصل ايه؟ بيحصل ان اللاين اللي جاي من السنتر على الميد بوينت بيعمل معاها perpendicular. نكتب دي بقى. since ان O is mid point of CD. طب خلاص ما دام mid point يبقى therefore ما دام ميد بوينت يبقى الام او بيربنديكولار على مين؟ على الدي سي. يبقى دي بيربنديكولار. طب انت عندك هنا بيربنديكولار وعندك هنا بيربنديكولار، والام ال والام او مالهم ايكوال بعض. لاين ده ايكوال لاين ده يبقى ايكوال ديستانس صح كده؟ لما يكون عندي بيربنديكولار وبيربنديكولار واللاين ده ايكوال لاين ده يبقى الكورد والكورد مالهم ايكوال بعض. اكتب له سنس ان الام او ايكوال الام ال. يبقى therefore ان الدي سي الكورد الاولاني ايكوال الاي بي الكورد التاني. يبقى اللاين ده كله ايكوال اللاين اي بي. طب ماشي تعالى نلعب نفس اللعبه بس في السيركل التاني.
هو قال لك الزد مالها ميد بوينت since ان الزد is mid point. mid point لمين؟ of circle mid point سوري للإكس وواي. ما دام mid point للإكس وواي يبقى therefore ان زد عامل perpendicular على الإكس وواي. perpendicular على الإكس وواي. وما دام perpendicular على الإكس وواي وعندي هنا الان زد والان ال هما الاتنين ايكوال بعض يبقى الكورد ده ايكوال الكورد ايه ده. since ان الان ال equal ال NZ يبقى therefore ال XY equal ال AB. طب خلاص واحدة واحدة بقى. انت عندك دول equal بعض 1 equal ال DC equal ال AB وال AB equal ال XY يبقى ال CD وال XY مالهم ببعض equal يبقى therefore ان ال DC equal XY. كده قمنا خلصنا السؤال ده. فاضل لنا سؤالين وخلصنا ايه الريفيجن بتاع الفيرست مانث. عندي هنا سؤال ظريف جدا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت معاك انجل اسمها ام بي سي ب 40 ديجري وعاوز افايند الانجل بي اي سي. بي اي سي اللي هي الانجل اللي هنا دي. تمام. يلا واحده واحده. تعال نتكلم في التريانجل الصغير اللي انا عندي معلومه فيه اللي هي ال 40 دي. تمام كده. التريانجل الصغير اللي هو اسمه ام بي سي ايه المعلومات اللي تعرف عنه؟ اول حاجه اعرفها ان الانجل بي ب 40. طب تعرف ايه عن الام بي والام سي؟ والله يا مستر الام دي سنتر صح؟ صح. ودي بوينت على السيركل فلما نوصل بوينت على السيركل بالسنتر يبقى اللاين ده اسمه ايه؟ راديوس. والام سي راديوس. فانا ممكن اقول له therefore ان الام بي equal الام سي. ليه؟ عشان تو رادياي الاتنين راديوس رادياي الاتنين راديوس فالاتنين equal بعض. طب ما دام تو سايد equal بعض يبقى الترينجل ده ايسوسيلس يعني في تو انجل equal بعض يبقى therefore ان measure of angle MBC equal measure of angle MCB equal كام؟ 40 degree. طب تعرف تجيب لي التالتة بالمرة بقى؟ يبقى therefore ان measure of angle M equal 180 minus مين؟ minus ال 40 وال 40 تطلع لي بكام؟ ب 100 يا مستر. ليه؟ عشان سنترال. لا مش عشان سنترال عشان تريانجل عادي هو تريانجل معايا تو انجل عرفت اجيب التالتة. بس انت ايه معلوماتك عن الانجل 100 دي اللي هي الام؟ انا عارف ان الام دي مرسومه على الفيرتكس بتاعتها عند السنتر فهي اسمها سنترال انجل. وانجل ايه اللي انا عاوزها اللي فوق دي؟ دي انسكرايبد عشان مرسومه فين الفيرتكس بتاعتها على السيركل. على السيركل يبقى اسمها انسكرايبد. على السنتر يبقى اسمها سنترال. لو انا معايا سنترال ازاي اجيب الانسكرايبد؟ انا عارف كويس قوي ان الميجر بتاع الانسكرايبد هاف السنترال يعني البي اي سي هاف مين؟ هاف السنترال اللي اسمها بي ام سي. هاف ميجر اوف انجل بي ام سي يعني هاف ال 100 اللي هي بكام؟ 50 ديجري. او اكتب له جنبها ايه؟ انسكرايبد. اوكي. او اكتب له جنبها ان subtended by the same arc مش فارقه. اوكي اتفقنا. يلا ندخل على بعدها. كده فاضل لي سؤال ونخلص الريفيجن بتاع الفيرست مانث. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ان السي دي تانجنت للسيركل ات سي. جميل. وبعدين والسي دي بارل مع الاي بي. يعني السي دي اللي هو تانجنت ده بارل مع الاي بي اللي هو كورد. طب انت لازم تكون واخد بالك من حاجه مهمه قوي. ان انت لما بيكون عندك سيركل والسيركل فيها تو كورد بارل فانا عارف ان التو ارك اللي في النص ما بينهم هنا ايه؟ ايكوال بعض. صح كده؟ ولو عندي سيركل فيها تانجنت وفيها لاين بارل كورد بارل يعني فانا عارف ان التانجنت والكورد دول ما بينهم اركس ايكوال بعض. فانا عارف ان لما يكون عندي كورد بالشكل ده تانجنت قصدي بالشكل ده وكورد بالشكل ده وهما الاثنين بارل فالارك اللي في النص ما بينهم ايكوال. يبقى سنس ان السي دي بارل مع الاي بي قلت له يعمل لك ايه؟ therefore ان measure of arc اسمه ايه الارك سوري؟ الارك سي بي اللي هو اللي على الشمال equal measure of arc مين؟ سي اي اللي على اليمين. تعال نمسح بس دي عشان شكلنا عبيط بس قدام الناس.
ميجر اوف ارك سي بي سي اي، يعني التو ارك دول ايكوال بعض. وانت عارف كويس ان لما بيكون عندك ارك ايكوال ارك يكون عندك كورد ايكوال كورد، صح كده؟ يبقى زير فور ان ميجر سوري ميجر مين، زير فور ان سي بي ايكوال مين، سي اي. كده مشينا حبه حلوين في السؤال، انا لسه مش عارف انا عاوز ايه، بدور عليه. دلوقتي عرفت بس ان انا معايا سي اي ايكوال السي بي، والارك سي بي ايكوال الارك سي اي، ومعايا بارل. وبعدين بيقول لي معاك الانجل اي ام بي ب 120. ماشي، شكرا كتر خيرك، دي سنترال انجل، واخد بالك سنترال انجل عشان ده سنتر. بيقول لي بروف ان التريانجل اي بي سي كواد ايكولاترال. ماشي، تريانجل اي بي سي دوت اللي اعرفه عنه ان هو فيه تو سايد ايكوال بعض، يبقى هو ايسوسيلس. ازاي اعمل بروف ان الايسوسيلس ده هخليه ايكولاترال؟ والله بيقول لك ان الايسوسيلس لو في انجل ب 60 بقى ايكولاترال خلاص. فانت محتاج تدور على انجل وتطلع بكام؟ ب 60 ديجري. طب ما تشغل دماغك، تعرف تجيب لي الانجل دي؟ دي انسكرايبد يا مستر عشان موجوده على السيركل، ودي سنترال، والانسكرايبد هاف السنترال، يبقى زير فور ان ميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال هاف ميجر اوف انجل اي ام بي. ليه؟ عشان دي سنترال ودي انسكرايبد والاتنين سبتند باي سيم ارك، اكتب له ايه؟ انسكرايبد. يبقى هاف ال 120 اللي هي ايكوال كام؟ 60 ديجري. 60 ايه ديجري، يبقى زير فور على طول from 1 و 2 from 1 and 2. مين 1 و 2؟ ان انا عندي 2 سايد ايكوال بعض، وعندي ايه؟ انجل ب 60، يبقى زير فور ان اي بي سي ايكولاترال ترينجل. خد بريكك، هات لك حاجه تشربها، سندوتشين، اطلب اي حاجه في البيت هيلبوها لك، معرفش ليه. يلا ركز فوق كده معايا عشان نبدا في بارت 2. يلا خد بريك. يلا بينا ندخل على اسئله السكند وانس، ونبدا باول سؤال ونرجع لتشوز تاني. عندنا السؤال هنا بيقول لي ايه؟ in a cyclic quadrilateral H2 opposite angle. انا عارف كويس قوي في السايكل كواد بيكون الاوبوزيت انجل سبلمنتري، الصم بتاعهم كام؟ 180. بيقول لي سايكل كوادريلاترال الانجل A equal twice الانجل C. عايزين نعرف الانجل C بكام. سايكل كوادريلاترال بالشكل ده A B C D. انا عارف ان ال A وال C مع بعض هما الاتنين سبلمنتري، يعني الصم بتاعهم 180، صح كده؟ بيقول لي ان ال A دبل ال C، يعني ال A هي الكبيره، صح كده؟ قد السي مرتين، يعني مثلا لو الاي قدامي وعند السي كمان، لو السي ب1 فالاي المفروض انها تكون ب2، فالريشيو ما بينهم 2 to 1، والصم بتاع الريشيو 3، والصم بتاعهم 180. فاعمل 180 ديفايد 3 اديني 60، فيبقى السي ب 60 انما الاي ب 120. يبقى فعلا الاي دبل السي ب 60 والاي ب 120. بعد كده بيقول لي عندك الاي بي سي سايكل كوادريلاترال والانجل ايه ما نعرفش بكام، غالبا دي غلطه مطبعيه، والمفروض الايه تقريبا هتطلع ب 70 ديجري. اوكي، فتخيل ان هي مكتوبه 70، مكتوبه في السؤال 70، ما جبتهاش من عندي، لا هي مكتوبه في السؤال ان شاء الله. زان الارك الميجر بتاع الارك بي سي دي بكام؟ طب تعالى نرسم مع بعض كده سايكل كوادريلاترال اسمه اي بي سي دي بالشكل ده، وفي سيركل مرسوم عليه بالشكل ده اهي، تخيل معايا ان دي سيركل والاي ب 70. احنا عاوزين بقى نجيب الارك اللي اسمه بي سي دي. الارك ده مش الارك ده في وش الانجل اللي هي ب 70؟ الانجل 70 دي موجوده على ايه؟ على السيركل، فهي انسكرايبد انجل، انسكرايبد ب 70، يبقى الارك اللي في وشها ب 140. ما الارك دبل الانسكرايبد، صح كده؟ انا حطيت ال 70 دي، قلت ان الانجل ايه ب 70، هي مكتوبه في السؤال، تخيلت هي غالبا دي ناقصه مش مكتوبه، هي مكتوبه في السؤال ب 70، يبقى خلاص الارك ب 140. طب لو كانت مكتوبه ب 50 يبقى الارك ب 100، وهكذا. السؤال اللي بعد كده هو مديني ان ال AB بايسكت الانجل BAD، بايسكت يعني عامل التو انجل دول ايكوال بعض، وقال لي ان ميجر اوف انجل BAC ايكوال 50 ديجري، يبقى دي 50 ديجري هي كمان، يبقى الاتنين مع بعض 100 يا مستر. عاوز الانجل BCD، BCD اهي، مش دي ب 100، يبقى اللي في وشها بكام؟ المفروض الاتنين مع بعض ب 180، لو واحده ب 100 يبقى التانيه بكام؟ ب 80 يا مستر.
يلا بينا اللي بعدها، نسحب شويه لتحت ناخد مساحه. عندي الاي بي سي دي سايكل الكواد، تعال نرسمه عشان نتخيل الدنيا. A B C D بيقول لي ان ال ACB بكام؟ ب 60 degree. وال A عاوز يفايند ال ADB، انا عندي دي ب 60، عاوز افايند الانجل اللي هنا. طب مش انا عارف ان التو انجل دول هما الاتنين بص مرسومين على البيز اللي اسمها ال AB، هما الاتنين باصين على ال AB ويبقى هما الاتنين ايكوال بعض، وهما الاتنين بكام؟ ب 60. طب بيقول لي ال ABCD سايكل الكواد انجل A بلس انجل C. طب انت عارف ايه يعني ال A وال C؟ انا عارف ان ABC بالشكل ده دي، فانا عارف ان ال A وال C في وش بعض وهما الاتنين صب بتاعهم كام؟ 180. يعني ال A بلس ال C بكام؟ ب 180 ماينس ال 40 يديني كام؟ يديني 140. يلا نكمل هنا. بيقول لي السيركل كان نوت بي درو باسنج ثرو الفيرتكس بتاعت مين؟ لازم تكون مركز السؤال ده كويس. انا ممكن ارسم سيركل درو باسنج ثرو مين؟ الفيرتكس بتاعت السكوير ينفع، الفيرتكس بتاعت الريكتانجل ينفع، الفيرتكس بتاعت الايسوسيلس ترابيزيوم ينفع، والتريانجل ينفع برضو، ينفع برضو. انما مين اللي ما ينفعش؟ البارالوجرام ما ينفعش، كان نوت. ما ينفعش ارسم سيركل مرسومه على الفيرتكس بتاعت مين؟ بارالوجرام. رامبوس ما ينفعش. اوكي. ترابيزيوم عادي ما ينفعش، الايسوسيلس ينفع. الاي بي سي دي سايكل كواد، كفايه سايكليك بقى. الانجل بي ب 90، يبقى الانجل دي اللي هي اللي في وشها يعني، المفروض ان هم الصم بتاعهم 180 و180 شلنا منها 90، يبقى اللي فاضل كام؟ 90. يبقى دي نوعها ايه؟ رايت. ماشي. عاوز الانجل اي سي دي. اي سي دي الانجل دي. ماشي. صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي الاي بي سي دي الفور فيرتكس دول موجودين على السيركل، يبقى الاي بي سي دي اسمه سايكل الكواد، صح كده؟ صح. والانجل 100 دي مالها؟ مش دي من بره يعني اكستيريور؟ ما دام هي اكستيريور يبقى ايكوال اوبوزيت اوف ادجيسنت. ده الادجيسنت هي ايكوال اوبوزيت، يعني دي اللي ب 100 زيها، صح كده؟ طب ما انت عندك هنا انجل ب 100 وانجل ب 50، تعرف تجيب التالتة؟ 180 minus 100 plus 50 equal كام؟ equal 30. شكرا. اهي. يلا بينا ندخل على السي. عندي كام مسألة السي ونخلص بارت 2. أول سؤال عندي هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن ال ABCD سايكل كواد، ABCD سايكل كواد، وبيقول لي أنجل A ب X وأنجل C ب 4X. هو أنت تعرف إيه عن ال A وعن ال C؟ مش هما الاتنين في وش بعض يا مستر؟ يبقى الصم بتاعهم كام؟ 180. since إن ABCD سايكل كواد، يبقى therefore إن measure of angle A plus measure of angle C equal x plus 4x اللي هي equal 180. x plus 4x اللي هي 5x equal كام؟ 180. طب ما يلا تودي ال 5 الناحية التانية divide 5، يبقى الاكس بكام؟ I think ب 36 degree. يبقى كده جبنا الاكس. شكرا. انت عاوز مين دلوقتي؟ تعالى بس نظبط الدنيا شوية. انا خلاص كده معايا الاكس، فانا اقدر اقول ان ال A ب 60، ولو عاوز اجيب ال B هعمل 4 by 60 اللي هي بكام؟ 4 by 6 ب 20 240. حاسس ان في حاجة غلط. 4 باي 6 مظبوطة 240. كتير أوي 240. سوري مش 60، أنا آسف. احنا قلنا الإكس بكام؟ احنا قلنا الإكس ب 36، يبقى الإكس دي يبقى الإيه هنا ب 36، وهنا هنعمل عشان نجيب السي لو عاوزينها هنعمل 4 باي 36. ماشي. دلوقتي هو عاوز الأنجل مين؟ بي إم دي. بي إم دي الأنجل اللي هنا دي. ماشي. أنت عندك therefore إن measure of angle A equal كام؟ equal x اللي هي ب 36. خلاص انت عارفها. هي الايه نوعها ايه؟ inscribed. والام اللي انا عاوزها central، وهما الاتنين باصين على نفس الارك اللي اسمه بي سي دي، هما الاتنين subtended by the same arc. عرفت السنترال بالانسكرايبد، السنترال دبل الانسكرايبد، يبقى therefore ان measure of angle بي ام دي اللي انا عاوزها دبل measure of angle A قد الايه مرتين،
يبقى 2 باي 36 بكام؟ ب 72 degree. وهقول له ايه؟ central وانسكرايبد هما الاتنين subtended by the same ايه. يلا بينا السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي برضو ان ال ABCD cyclic quad. طب خلاص cyclic اهو. وقال لي ايه كمان؟ قال لي ان في سايد ايكوال سايد البي سي ايكوال الدي سي. عايز اجيب ميجر في انجل ايه. اول حاجه ميجر في انجل ايه دي تافهه جدا. ليه؟ cyclic quad عندك انجل بي ما نعرفهاش، انجل سي ما نعرفهاش، بي ما نعرفهاش، دي ما نعرفهاش. السي بكام؟ 140. طب ما الايه في وش السي، ما دام في وش بعض يبقى الصم بتاعهم كام؟ 180. يبقى سنس ان اي بي سي دي سايكليك كواد. ما دام سايكليك كواد يبقى زير فور ان ميجر اوف انجل اي ايكوال. اجيبها ازاي الايه؟ 180 ماينس السي اللي في وشها. يبقى 180 ماينس 140 اللي هي بكام؟ 40 ديجري. ماشي خلصناها وجبنا الايه بكام؟ 40. تعال نكتب عليه. وعاوز مين دلوقتي؟ عاوز الانجل دي بكام؟ طب هقول لك تعالى نلعبها ازاي. هو قال لي معلومه صغيره انت مش واخد بالك منها. قال لي ايه؟ قال لي ان السي بي والسي دي ايكوال بعض. السي بي والسي دي مالهم؟ ايكوال بعض. معنى ان هم ايكوال بعض، تو كورد ايكوال بعض، يبقى التو ارك ايكوال، يبقى الارك سي بي ايكوال ارك دي سي. سنس ان السي بي ايكوال السي دي، يبقى زير فور ان ميجر بتاع الارك سي بي ايكوال الميجر بتاع الارك مين؟ سي دي. طب ده هيفيدني في ايه يا مستر؟ هقول لك. انت عارف ان الانجل دي في 40، فالارك اللي في وشها المفروض يكون دبل ال 40 عشان ال 40 دي انسكرايبد. فالمفروض الارك اللي اسمه بي دي ده كله بكام؟ دبل ال 40 يعني ب 80. يبقى زير فوق. تعالى من هنا، تعالى من هنا عند ال 40 هنا. ممكن نرجع كده خطوه لورا نكتب زير فور ايه؟ ان ميجر بتاع الارك اسمه ايه الارك؟ دي سي بي. الارك اللي في وش الانجل ايه ايكوال ايه؟ دبل الايه. 2 ملتبلاي ميجر اوف انجل ايه ايكوال كام؟ 2 باي 40 ايكوال كام؟ 80. طب وانا عرفت ان ال 80 دي مقسومه نصين ايكوال بعض، يبقى ايكوال هاف ملتبلاي ال 80 ايكوال كام؟ 40 ديجري. يبقى كده عرفت ان كل ارك من دول ب 40. طب انت ال AB اسمه ايه؟ diameter. since ان AB is diameter. ما دام diameter يبقى الميجر بتاع كل ده بكام؟ 180. انا عارف ما دام diameter. تعال نبص بقى على الدي. الانجل دي اللي انا عاوزها اهي، ماسكه الارك من اول فين لفين؟ من اول هنا وماشي لحد هنا. يبقى therefore ان measure of angle دي اللي هي مالها inscribed، مالها half مين؟ half الارك ده كله. الارك ده كله عبارة عن ايه؟ الحتة دي 40 والحتة دي كلها 180، يعني equal half ال 40 plus ال 180 اللي هي بكام يعني؟ 220. half 220 200 دي 10 degree. حلو ولفة شويتين بس حلو. تعال نبص على اللي بعدها. عندي هنا بقى بيقول لي proof cyclic quad. ركز معايا، سؤال بروف مهم جدا. ان انا بروف ان انا عندي cyclic quad ده بيتكرر كتير. ماشي احنا عندنا ايه؟ تعالى بس نظبطها شويه. انا عندي ال AB diameter بالشكل ده. فانت عارف كويس since ان لما يكون عندك ال AB diameter، فلما يكون في انجل مرسومه على الدايمتر زي السي، شايفها؟ انجل مرسومه على مين؟ على الدايمتر بالشكل ده. فالانسكرايبد انجل مرسومه على الدايمتر الميجر بتاعها بكام؟ ب 90. يبقى therefore ان measure of angle ACB equal كام؟ 90 degree perpendicular 90. اوكي right angle. طب وبعدين هو قال لك ان الدي اي perpendicular على الاي بي. دي اي perpendicular على الاي بي، يعني في 90 كمان هنا.
since ان دي اي perpendicular على الاي بي، يبقى therefore ان measure of angle اي دي A equal كام؟ equal 90 degree. يعني عندك هنا 90 وعندك هنا 90. طب انت محتاج ايه؟ هو بيقول لك بروف ان ده cyclic quad. طب مش دي 90 ودي 90 وهما الاتنين باصين على اللاين اللي اسمه AE since ان التو انجل equal بعض measure of angle ACB equal measure of angle EDA. هما الاتنين equal بعض وهما الاتنين draw in the same base. draw in same base. هما الاتنين مرسومين على نفس البيز اللي اسمها AE and on the same side and on same side. يبقى therefore ايه؟ cyclic. therefore ان A C D E cyclic quad. كنا بنقول عليها ايه؟ good note. لما يكون عندي quadrilateral بالشكل ده وفي diagonals ولقيت ان في انجل هنا equal انجل هنا، هما الاتنين باصين على نفس البيز، يبقى cyclic ايه؟ quad. تعال نبص على بعدها. عندي هنا مسألة بيقول لي ايه بقى؟ prove ان ال ADE isosceles. مين هو؟ ال ADE. عاوزين نبروف ان ده isosceles triangle. طب انت يعني ايه isosceles بالنسبة لك؟ isosceles يا اما الاقي ان انا معايا تو انجل equal بعض، يا اما الاقي ان انا معايا تو سايد equal بعض. انت حاليا اللي تعرفه ان انت عندك سيركل وفي فور فيرتكس موجودين على السيركل اللي هم مين؟ الاي والسي والبي والاي موجودين على السيركل، يبقى معنى كده ان الدي سي بي اي ده سايكليك كواد. نقطة. وال A B C D هو قال لي ان هو باريلوجرام، صح كده؟ احنا من الاخر كده نستعمل الحاجتين دول عشان نبروف اللي هو طالبه مني، ما عنديش جيفنز ثانيه. ماشي، تعال نبدا بحوار الباريلوجرام. انا عاوز اشتغل على حاجات جوه الترينجل ده يطلعوا ايكوال بعض، عاوز الاقي تو انجل جوه يطلعوا ايكوال ايه بعض. من الباريلوجرام سنس ان A B C D باريلوجرام. انت عارف ان في الباريلوجرام التو انجل اللي في وش بعض مالهم ايكوال. therefore ان measure of angle C equal measure of angle مين؟ A. تو انجل دول equal بعض عشان باريلوجرام. ماشي، ومادام هو cyclic since ان C B E D cyclic. مستر ده هو ما قاليش ان هو cyclic يا حبيبي، ما هم الفور فيرتكس مرسومين على السيركل صح، موجودين على السيركل صح، مش محتاج يقول لك ان هم cyclic، بالبديهه كده تعرفها بعينك. مادام cyclic، شايف الانجل دي والانجل دي؟ مش دي اكستيريور؟ الانجل اي دي اللي هنا دي اكستيريور صح؟ بره السايكليك ايكوال مين؟ opposite of adjacent. يعني ايكوال لدي، يعني الاكستيريور دي الاي اللي بره هنا ايكوال مين؟ للسي. يبقى therefore ان measure of angle A E D ايكوال مين؟ measure of angle C. ليه؟ سايكل. اقول له ايه؟ exterior. ما هي انا كتبت سايكل وهكتب له ايه؟ exterior. خلاص كده. طب ما انت عندك ال E equal لل C وال A equal لل C، يبقى therefore ان ال A وال E مالهم equal بعض. يبقى therefore measure of angle A equal measure of angle A E D. يبقى therefore ان A D E isosceles. بس كده، شكرا. تعال نبص، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا سؤال واحد ونخلص ايه؟ الريفيجن بتاع السكند مانث، ويبقى فاضل لنا ايه؟ الجنرال ريفيجن كلها. عندي هنا عاوز ابروف ان ال A B C D cyclic quad. ماشي، انا معايا انجل ب 95 وانجل ب 60 وانجل ب 35. ما دام انا شايف ان هو راسم لي الدياجونالز بالشكل ده، فانا بدور على ودن القط. بدور على ان انا يكون عندي تو انجل هما الاتنين باصين على نفس البيز مثلا بالشكل ده، هما الاتنين ايكوال بعض. فمثلا دي ب 60، لو لقيت الانجل اللي هنا مثلا ومثلا طلعت ب 60 وهما الاتنين باصين مع نفس البيز اللي هي السي بي، يبقى هما ايكوال بعض.
بس انت ما عندكش لسه الدي، فانت تحاول تجيب الدي بكام، هتحاول تجيب الانجل اللي هنا بكام. يلا نشوف هنجيبها ازاي. انت عندك هنا 95 صح؟ تعرف تجيب الانجل دي؟ والله ده ستريت لاين يا مستر، فانا عارف ان الانجل دي كلها ب 180، يبقى therefore ان measure of angle دي اتش سي اللي هنا دي اسمها دي اتش سي equal ايه؟ 180 minus 95 اللي equal كام؟ 85 degree. تعال نكتب، يبقى انا كده عندي 85. بص جوه التريانجل اللي على الشمال في 35 و 85. تعال نجيب الانجل التالتة. therefore ان measure of angle بي دي سي equal ايه؟ الانجل اللي هنا دي بي دي سي equal 180 minus مين؟ minus ال 85 plus ال 35. واحسبها بكام؟ هيطلع لي 60 degree. طب ما شاء الله، طب ما انت حلت المسألة معاك اهو، تبارك الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، فظيع انت، مش ممكن. 60 اهي كده معاك الانجل دي ب 60 والانجل دي ب 60، وهما الاتنين باصين على نفس البيز اللي هي اسمها بي سي. تعال نكتب الكلام ده since ان measure of angle بي اي سي equal measure of angle سي دي بي، وهما الاتنين ب 60، وهما الاتنين مالهم draw in same base اللي اسمها ايه؟ بي سي on same side، هما الاتنين في نفس الناحية، يبقى therefore ان A B C D cyclic quad. وبكده يبقى خلصنا بارت 2. الحمد لله. ريح، ريفرش، وفضل لنا ايه؟ جنرال ريفيجن. خد نفس. خلاص وصلنا لاخر بارت عندنا وهو جنرال ريفيجن على المنهج كله. اوكي يلا بينا نبدا نحل فيه، يلا واحده واحده. انا عندي هنا بيقول لي كورد اللينس بتاعه 8. درو انسايد سيركل، يعني عندي سيركل اهي في كورد مرسوم فيها ب 8 سنتيمتر، تمام كده، وعندي السنتر بتاع الريديوس السيركل اهو. بيقول لي ان السيركل دي الدايمتر بتاعها ب 10، يبقى ريديوس بكام؟ 5 يا مستر. How far is it from the center؟ عاوز اعرف الديستنس اللي بتوين الدايمتر ده، اللي قصدي الكورد دوت اللي هو ب 8 سنتيمتر، الديستنس ما بينه وبين السنتر قد ايه؟ المسافه دي قد ايه؟ يعني عاوز اجيب اللاين ده المسافه بتاعته قد ايه. ما دام بجيب ديستنس يبقى هي perpendicular distance، صح كده؟ وانا عارف ان الريديوس بكام؟ ب 5، يبقى ممكن ارسمه بالشكل ده، مايل بالشكل ده ب 5. وانت عارف ان لما يكون في لاين بيربنديكولار على الكورد بيقسم الكورد نصين ايكوال بعض، يبقى دي هيبقى 4 ده هيبقى 4، صح كده؟ فبقى عندك رايت انجل تريانجل في سايد ب 4 وسايد ب 5، والسايد التالت نقدر نجيبه بايثاغورس 5 باور 2 ماينس 4 باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 3. السؤال ده بيجي كتير قوي بارقام شبه محفوظه، انا عارف ان اغلبيه ولادنا خلاص حافظينه. بالله عليك ركز، اول ما بيقول لك الديستنس او هاو فار فروم ذا سنتر او الديستنس بين الكورد والسنتر تفكر في الرسمه دي على طول. اوكي السؤال بعد كده بيقول لي inscribed angle corresponding to arc larger than half السيركل. هي السيركل بكام؟ ب 360 يا مستر. طب هاف السيركل 180. الانسكرايبد انا عارف انها بتكون هاف الارك، صح كده؟ هاف الميجر بتاع الارك. فلو قلنا ان الانسكرايبد دي بص على هاف سيركل يبقى نص ال 90، نص ال 180 بكام؟ ب 90. انها مش، هي مش بص على هاف سيركل، هي بص على لارجر ذان هاف. ما دام لارجر ذان هاف يبقى هي هتكون لارجر ذان كام؟ 90، يبقى هي هتكون اكبر من 90. اكبر من 90 يبقى بكام؟ اوبتيوس. larger than 90، larger than 90 يبقى greater than 90 يبقى ايه؟ obvious. بعد كده بيقول لي معاك two circle M and N، الريديوس بتاعهم التو رادياي 8 and 5، وبيقول لي الام ان equal 13. عاوز يعرف two circle دول دي are distant intersecting one inside the other ولا touching externally ولا touching internally. بعمل ايه؟ بعمل التو راديوس دول بلس بعض وماينس بعض. لو عملتهم ماينس 8 ماينس 5 ب 3، ولو عملتهم بلس 8 بلس 5 equal 13. يا ترى ال 13 الام ان بكام؟ ب 13، يعني ايكوال مين؟ ايكوال الصم يا مستر، ايكوال الام ان، الام سوري الريديوس الاولاني بلس الريديوس الثاني. ما دام ايكوال التو ريديوس بلس بعض يبقى هي ايه؟ تاتشنج اكسترنالي.
انا عارف ان هي لو equal الsum externally، لو equal الديفرنس يبقى internally. ماشي. بعد كده بيقول لي ان احنا عندنا ايه هنا؟ عندنا number of axes of symmetry of any circle. اي سيركل في الدنيا ممكن نقسمها بكام طريقه. لو دي تورته مثلا ممكن نقسمها كده 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 كده، صح؟ infinity number of ايه of circles. اوكي، يلا نكمل السؤال اللي بعده. عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي معاك سيركل اسمها ام، الدايمتر بتاعها ب 6، يبقى راديوس ب 3، خلينا عارفين يمكن نحتاجه. والبي بوينت ان ات، يعني البي بوينت ان اتس بلين، سوري مش على السيركل، لا هي موجوده في البلين، يعني موجوده في الورقه بتاعتها. فانا عندي سيركل اهي، الراديوس بتاعها ب 3، يعني المسافه دي ب 3 سنتيمتر. اوكي. وبعدين بيقول لي ايه؟ ان البي موجوده فين؟ الديستنس بين الام والبي 3 سنتيمتر. فلما اتحرك كده البي بتتحرك اهي، هتمشي قد ايه؟ تمشي 3، يبقى البي واقفه هنا. موجوده فين البي؟ على السيركل، اون ذا سيركل. اون ايه؟ اون ذا سيركل، موجوده على السيركل. ما دام الديستنس بين السنتر والبوينت ايكوال للراديوس، وهي موجوده فين؟ على السيركل. طب السؤال ده بقى مهم، نمبر 6. بص معايا. question نمبر 6 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا معايا سيركم سيركل. يعني ايه سيركم سيركلز؟ سيركم سيركل معناها ان انا معايا سيركل مرسومه حوالين تريانجل. مرسومه حوالين ايه؟ تريانجل. تخيل معايا كده ان انت معاك سيركل اهي، مرسوم جواها تريانجل بالشكل ده مثلا، بالشكل ده اهو. عاوزين نعرف السنتر بتاع السيركل موجود فين. اوكي. بص اتعود، ما دام السيركل من بره يبقى السنتر هيكون فين؟ هيكون في الاكسس اوف سيمتري اوف اتس سايد. فين؟ في الاكسس اوف سيمتري اوف ايه؟ اتس سايد. يعني ايه يا مستر؟ ادي السايد الاولاني بتاع التريانجل، ده الاكسس اوف سيمتري بتاعه. السايد التاني بتاع التريانجل اهو، ادي الاكسس اوف سيمتري بتاعه اهو. السايد التالت بتاع التريانجل اهو، الاكسس اوف سيمتري بتاعه اهو. فالبوينت اوف انترسكشن بتاع الاكسس اوف سيمتري هي اللي بتجيب لي السنتر. لو السيركل من بره التريانجل، هي سيركم سيركل معناها سيركل من بره التريانجل، السنتر بتاع السيركل بيكون موجود فين؟ في البوينت اوف انترسكشن اوف اكسس اوف سيمتري اوف اتس سايد. طب المستر كان في اجابه تانية كده عدت عليها قبل كده، هقول لك. لما بيجي يقول لي بقى في سؤال تاني خالص ان السيركل inscribed in a triangle. سيركل inscribed in ايه؟ تريانجل. معناها ايه؟ معناها انا عندي تريانجل جواه سيركل بالشكل ده. ساعتها السنتر بيكون فين؟ في البوينت اوف انترسكشن اوف بايسكتور اوف انتيريور انجلز. انتيريور انجلز بايسكتور. انتيريور انجل ايه؟ بايسكتور، اللي هي لتر A. ده امتى لتر A دي بختارها؟ لو هي السيركل من جوه التريانجل بقول عليها انسكرايبد سيركل. لو بيقول لي انسكرايبد سيركل يبقى السيركل جوه التريانجل، وساعتها البوينت السنتر بيكون فين؟ في البوينت اوف انترسكشن اوف بايسكتور اوف انتيريور ايه؟ انجلز. السؤال بعد كده بيقول لي الريشيو بتوين الميجر بتاع السنترال والتانجنسي. انا عارف ان السنترال قد التانجنسي مرتين، يعني التانجنسي 1 السنترال 2، يبقى ريشيو تو 1. السؤال بعد كده بيقول لي ان انا معايا سيركل الاريا بتاعتها 9 باي. هي القانون بتاع الاريا ايه؟ باي ار باور 2 يا مستر. كنسل باي مع الباي، يبقى الار باور 2 بكام؟ ب 9. ودي الباور 2 الناحيه الثانيه، يبقى الريديوس بكام؟ ب 3. خلاص الريديوس ب 3. بيقول لي ان في لاين ال 3 سنتيمتر away from the center. انا عارف ان السيركل اهي السنتر بتاعها ام والريديوس ب 3. انا عارف ان اللاين فين؟ بعيد عن البوينت بتاعت السنتر 3 سنتيمتر، يبقى واقف هنا لامس السيركل كده من بره 3 سنتيمتر، يبقى هو ايه؟ تانجنت. اخر سؤال عندنا هنا في التشوز بيقول لي ايه؟ عاوز يجيب الميجر بتاع الانجل ايه. ماشي. هو انت لو ركزت في الرسمه هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت عندك ان الاي بي ده تانجنت لامس السيركل، والاي سي تانجنت. ما دام التو تانجنت دول لامسين السيركل بالشكل ده وخارجين من البوينت اسمها ايه، يبقى الاي بي والاي سي ايكوال بعض. يبقى ده ايسوسيلس تريانجل، والانجل دي ايكوال الانجل دي. جميل. ما انت معاك هنا الاي سي كله ده ستريت لاين، يبقى التو انجلز دول مع بعض بكام؟ ب 180. فممكن اعمل 180 ماينس ال 115، يطلع لي كام؟ يطلع لي 65. يبقى الانجل دي ب 65. انا اسف انا كاتب 60، واللي فوق ب 65 زيها، صح كده؟ طب يلا نجيب الميجر في انجل ايه بقى اللي هو عاوزها. هنجيبها ازاي؟ 180 ماينس 65 بلس 65، اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 130. 180 ماينس 130 اللي هي بكام؟ 50.
يلا نبص على اسئله ايه الاساي. اول سؤال عندنا هنا في الاساي، سوري ده لسه في تشوز صح. يلا نكمل زي ما احنا. عندي هنا مديني الانجل A ب 40 وعاوز يفايند AMC هنا. طب هو الاي ام اسمه ايه يا مستر؟ راديوس، والام سي راديوس، يعني الاثنين ايكوال بعض، يعني دي كمان 40. 40 و40، يلا نجيب الانجل الثالثه 180 ماينس 40 بلس 40 اللي هي بكام؟ اللي هي دي ب 80 180 ماينس 80 اللي هي بكام؟ ب 100. السؤال بعد كده بيقول لي measure of tangent angle ب 50. الميجر of inscribed angle that shares the same arc. انا عارف ان inscribed والتانجنسي لو هما الاثنين subtended by the same arc يبقى هما الاثنين equal بعض. السم اوف ميجر اوف تو سبلمنتري انجل، السبلمنتري بكام؟ 180. طب الكومبلمنتري ب 90. ان سايكليك كواد التو اوبوزيت انجل، التو انجل اللي في وش بعض سبلمنتري، انا عارف الكلام ده. اللي بعده خلاص فاضلنا سؤالين في تشوز. بيقول لي هنا سيركل كان بي درو باسنج ثرو الفيرتكس بتاعت مين؟ انا ممكن ارسم سيركل تعدي على مين؟ على الفيرتكس بتاعت مين؟ رومبوس ما ينفعش، ترابيزيوم ما ينفعش، لو ايسوسيلس ينفع، باريلوجرام ما ينفعش، ريكتانجل ينفع، سكوير ينفع، تريانجل طبعا ينفع، ايسوسيلس تريانجل، ايسوسيلس ترابيزيوم ينفع. يلا بينا اللي بعده. بيقول لي كورد اللينس بتاعه 6. draw inside a circle with diameter 10 يبقى radius ب 5. then it's at قد ايه مسافه from the center، مسافه قد ايه من السنتر، يبقى انا بدور على نفس الرسمه اللي رسمناها في اول اللي تشوز. عندي كورد اللينس بتاعه 6، في سنتر هنا اسمه ام، نازل منه لاين بيربنديكولار، هي دي الديستنس اللي احنا عاوزينها، بيربنديكولار ديستنس، وعارف ان الراديوس بكام؟ ب 5، برسمها بالشكل ده. اللاين البيربنديكولار ده بيقسم الكورد نصين، ده 3 وده 3، فانا معايا هنا راديوس ب 5 وسايد ب 3، اعرف اجيب السايد التالت عن طريق بايثاغورس، 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 اللي هي ايكوال كام؟ 4 سنتيمتر. شكرا، حلنا قبل كده، بالله عليك ما تتلخبط فيه. يلا بينا السؤال السي بقى، خد نفسك ويلا بينا نبدا. بيقول لي هنا، بيقول لي انا معايا الاكس واي والاكس زد ار تو تانجنت. ايه ده؟ يعني الاتنين دول تو تانجنت من بره السيركل، هما الاتنين خارجين من نفس البوينت. طب ممكن اقول عليهم ايه؟ تانجنت سيجمنت، سينس ان اكس واي اند اكس زد تو تانجنت سيجمنت. لما بيكونوا تو تانجنت سيجمنت بالشكل ده فهم الاتنين بيكونوا ايكوال بعض، يبقى therefore ان اكس واي ايكوال اكس زد. طب شكرا، ما دام ايكوال بعض يبقى في تو انجل ايكوال، تعرف تجيبهم هما الاثنين؟ therefore measure of angle اكس واي زد اللي هي اللي تحت equal measure of angle اكس زد واي اللي هي اللي فوق. كل واحده منهم اجيبها ازاي؟ مش ده تريانجل يعني الصم بتاعهم 180 ماينس ال 80 دي، واللي يطلع بتاع الاثنين فاعمله ديفايد 2 يطلع لي كام؟ 50 degree. يبقى كل واحده منهم ب 50. انا ما عرفتش هو عاوز ايه، بس انا مشيت في المساله بالمعلومه دي، استفدت منها. يا ربنا يسهل ونستفيد ونستغلها. بيقول لي بعد كده ايه؟ تو تانجنت خلاص عند الواي والزد، وفي انجل ب 80 استعملناها اصلا، وفي انجل اكس اي ال زد ب 130. ماشي. عاوز يبروف ان الزد اي ايكوال الزد واي. هو انا ازاي اعمل بروف ان في تو سايد ايكوال بعض؟ عن طريق ان انا الاقي تو انجل ايكوال بعض. فانا عاوز الاقي الانجل اللي هنا دي اللي قصاد الزد اي، والانجل اللي هنا دي اللي قصاد الايه؟ الزد واي. لو لقيتهم وطلعوا ايكوال يبقى خلاص تو سايد. طب تعالى نجيب الانجل اللي هنا دي، او تعالى نجيب اللي بره الاول، تعالى نجيب الاي دي سهله. ليه؟ هو انت مش انت عارف ان الاكس واي تانجنت، يبقى الاكس واي زد دي تانجنسي انجل، فايكوال لمين؟ ايكوال للانسكرايبد اللي بص على نفس الارك معاها زد واي. يلا بينا. therefore ان ميجر اوف انجل اللي هي الاي دي اللي اسمها ايه؟ زد اي واي دي انسكرايبد صح، بص على الارك زد واي، ايكوال لمين؟ للتانجنسي اللي هي اسمها ايه؟ اكس واي زد بكام؟ ب 50. ليه بقى؟ عشان دي تانجنسي ودي انسكرايبد سبتندد باي ذا سيم ارك تانجنسي. اكتب تانجنسي دي كفايه. اوكي، انا عرفت ان دي كمان 50. طب حلو، تعال نحاول نجيب دي. ممكن نفكر فيها ازاي؟ هقول لك. هو الواي والاي والال والزد مش دولت 4 بوينتس موجودين على السيركل؟
ما دام 4 بوينتس موجودين على السيركل يبقى الزد اي الزد ال اي واي ده سايكليك كواد. سنس تعالى نرتبهم اي ال زد واي سايكليك كواد. حد هيقول لي سايكليك كواد ليه؟ هقول له هعدي على دماغه. اقول له ليه اصلا؟ ما الفور فيرتكس اصلا مرسومين على السيركل، خلاص سايكليك كواد. ما دام سايكليك كواد يبقى زير فور اعرف اجيب الانجل واي بسهوله. ليه؟ ما هي الاوبوزيت للال. ال ب 130 فاقدر اعمل 180 ماينس 130 يجيب لي الواي على طول. يبقى زير فور ميجر اوف انجل اي واي زد ايكوال 180 ماينس ال 130 عشان هما الاثنين اوبوزيت لبعض بكام؟ 50. ايه ده؟ طلعوا ايكوال بعض since ان ميجر اوف انجل زد اي واي ايكوال ميجر اوف انجل اي واي زد. يبقى زير فور ايه ان ده ايسوسيلس ترينجل. يبقى زد اي ايكوال زد واي. شكرا، ده اول ريكواير. تعال نبص على التاني. هو عاوز يبروف ان الزد اكس زد، انا جبت دي 50 ها، عاوز يبروف ان اكس زد بارل مع واي اي. اكس زد اللي هو ده عاوز يبروف ان هو بارل مع مين؟ مع الواي اي اللي هو ده. طب هم عاملين حرف ايه؟ عاملين حرف يو يا مستر. الانجل دي والانجل دي عاملين حرف يو مع بعض، فلو هما الاثنين الصم بتاعهم 180 يبقى خلاص بارل. since ان measure of angle x plus measure of angle e y x اللي هي دي كلها 50 و 50 equal كام؟ 80 plus 100 اللي هي 50 و 50 يعني equal 180. وهما الاثنين مالهم interior عاملين حرف يو. يبقى زير فور على طول ايه؟ ان التو لاين بارل، ان اكس زد بارل مع مين؟ مع واي اي. شكرا، حليت المساله بتاعتي. كان ممكن واحد تاني يقول لي يحلها لي بالالترنيت عادي، يقول لي ان دي 50 ودي 50 وهما الاثنين الترنيت يبقى ايه؟ بارل عادي. ده صح وده صح. اوكي. سؤال كبير، تعالى ندخل اللي بعده اهدى شويه. نبدا السؤال واحده واحده. قال لي معايا كوادريلاترال درو انسايد ذا سيركل. مين الكوادريلاترال اللي مرسوم جوه السيركل؟ اللي هو الاي بي سي دي. يبقى انا عارف ان ده سايكليك كواد سنس ان اي بي سي دي سايكليك كواد. بسم الله الرحمن الرحيم كده اكتب. بيقول لك ايه بقى؟ الاي موجوده على اللاين بي سي وبعدين معاك انجل ب 130 انجل ب 25. عاوز يبروف ان الارك اي بي ايكوال ارك اي دي. جميل. انت لو لاحظت هتلاقي ان السايكليك كواد دوت فيه انجل من بره ممكن نسميها اكستيريور انجل، صح؟ هي الاكستيريور انجل في السايكل بتكون ايكوال لمين؟ لاوبوزيت اوف ادجيسنت. ده الادجيسنت ودي الاوبوزيت بتاعته يعني ايكوال للاي. يبقى therefore ان ميجر اوف انجل A ايكوال ميجر اوف انجل دي سي اي اللي بره بكام؟ ب 130. ليه؟ عشان هي اكستيريور. طب خلاص جبنا دي ب 130. تعالى نكتب عليه اهي ب 130. معايا 130 ومعايا 25. تيجي نجيب الانجل الثالثه في الترينجل. therefore measure of angle ADB equal 180 minus 130 plus 25. يطلع بكام؟ هيطلع ب 25. ايه ده؟ يعني دي ب 25 ودي ب 25 ودي بص على الارك اي بي ودي بص على الارك اي دي. يبقى خلاص يبقى التو ارك ايه ايكوال. ما دام التو انجل ايكوال وهما الاثنين باصين على التو ارك يبقى التو ارك ايه ايكوال. يبقى سنس ان ميجر اوف انجل اي دي بي ايكوال ميجر اوف انجل اي بي دي. تو انجل ايكوال بعض يبقى زير فور ان هما الاثنين باصين على التو ارك ايه ايكوال. يبقى زير فور ان الميجر بتاع الارك اي بي ايكوال ميجر بتاع الارك مين؟ اي دي. اللي ممكن اقول له ايه؟ انسكرايبد. ان التو انجل مالهم انسكرايبد، فهم باصين على تو اركس ايكوال بعض. كان ممكن واحد يحلها لي بطريقه تانية، مفيش مشكله. خلي بالك اي مساله فيها سايكليك غالبا ممكن تحل بطريقه تانية. اغلبيه مسائل السايكليك ممكن تحل بكذا طريقه. تعال نبص على السؤال اللي بعد كده. السؤال ده حلو جدا ومهم. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ان انا معايا هنا عاوز ابروف ان الاي دي تانجنت للسيركل الدرو باسنج ثرو تريانجل اي بي سي. اتعود اول ما بيقول لك ان انا عاوز ابروف ان الاي دي تانجنت تعمل ايه؟ يبقى انت بتدور على الانجل دي اللي هنا دي اللي انا شاورت لك عليها. ومين الانجل اللي بص عليها؟ انجل سي. فانت بتحاول تدور على التو انجل دول
تعرف الميجر بتاعهم كام وتحاول تبروف ان هم ايكوال بعض. لو عرفت تبروف ان التو انجل دول ايكوال بعض يبقى خلاص هو زيرفور ان هو تانجنت. طيب يلا بينا ابدا السؤال واحده واحده. هو قال لك الاي بي سي ماله اي بي سي ايكوالاترال صح؟ سنس ان اي بي سي ايكوالاترال، ما دام ايكوالاترال تريانجل، تريانجل اي بي سي ايكوالاترال، يبقى زيرفور ان الميجرز بتاعت الانجل كلها ايكوال بعض. زيرفور ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل بي اي سي اللي فوق، كلهم بكام؟ 60 ديجري. شكرا. طب حلو. وبعد كده قال لك ايه؟ قال لك ده في بارل سنس ان اي دي بارل مع مين؟ مع السي بي. البارل ده عامل لك ايه؟ عامل لي حرف زد يا مستر اهو. ايه رايك؟ حرف الزد ده يخلي دي ودي مالهم ايكوال، يبقى زيرفور ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل مين اللي فوق؟ دي اي بي ايكوال كام؟ 60 ديجري. alternate، يبقى كده معايا دي كمان 60. طب ما خلاص دي ايكوال دي يبقى تانجنت، يبقى since ان measure of angle دي اي بي equal measure of angle C، يبقى therefore ان اي دي tangent للcircle of circle passing through مين؟ through triangle ABC. ديل. خد نفسك ولا ندخل على اللي بعده؟ يلا بقى ندخل بقى على فكرة جديدة. بيتكلم معايا في ايه؟ بيتكلم معايا ان انا معايا الاي دي والبي اي تو كورد ايكوال بعض. تو كورد اي دي واي بي ايكوال بعض. خد بالك لازم تكون عارف معلومه مهمه، ان انت لما بيكون عندك تو كورد ايكوال بيعملوا لي تو ارك ايكوال. هذا رول سنس ان اي دي ايكوال بي اي، يبقى زير فور على طول ان الارك اي دي الميجر بتاع الارك اي دي، كانت الميجر دي غلط، ارك اي دي ايكوال الميجر بتاع الارك مين؟ اي بي بالشكل ده. طب خلاص دول ايكوال بعض، وبعدين بيقول لي بقى الرغي ده ملوش لازمه، ان اي دي يونيون بي اي ايكوال سي. ماشي. ان التو لاين دول لما خبطوا في بعض خبطوا في البوينت اي سي، وبعدين عاوز يبروف ان السي دي ايكوال السي اي. ماشي. عاوز ابروف ان اللاين ده كله ايكوال اللاين ده كله. والله عشان يبقى عندي تريانجل فيه تو لاين ايكوال بعض وتو سايد ايكوال بعض لازم يكون عندي تو انجل ايكوال. فانا بحاول ادور على ده، حاليا ما عنديش. انا عندي دلوقتي ان في ارك ايكوال ارك تاني. طب دي كان نضيف لهم هما الاثنين الاي دي، يعني الارك ده هعمل له adding by adding measure of arc ED for both side. هضيف في الناحيتين، يعني ده هزود له ED وده هزود له ED. تعال نشوف اللي هيحصل. therefore ان الميجر بتاع الارك ال AD لما ازود له ال ED هيبقى اسمه ايه؟ AE measure of arc AE كله. والميجر بتاع الارك التاني اللي هو EB لما ازود له ED هيكون ايكوال ايه؟ BD. صح كده؟ طب مش الارك ده بص عليه الانجل B والارك ده بص عليه الانجل A؟ two arc equal يبقى therefore in measure of two angle equal measure of angle A equal measure of angle B. ليه؟ عشان inscribed subtend by equal arcs. صح كده؟ طب الميجر بتاع الانجل A والانجل B equal بعض، تو انجل equal يبقى تو سايد equal، يبقى تريانجل A B C A B C لما يكون تو انجل equal بعض يبقى تو سايد equal بعض، يبقى therefore ان السي دي فعلا equal للسي اي. لا ثواني لحظه واحده، احنا لفينا شويه. يبقى فعلا السايد الكبير بتاع الترينجل اللي هو اسمه اي سي ايكوال السايد الكبير التاني اللي هو بي سي. بس احنا لسه ما وصلناش اللي هو عاوزه. هو عاوز مين؟ هو عاوز ان ده ايكوال ده، السي اي ايكوال السي دي. طب ما سهله، بس هي خلصت واحده واحده. مش انت اللاين كله
اللاين كله AC equal لاين كله CB. CA equal CB. وعندك في بارت هنا equal بعض ED EB ده كده equal ال DA، صح كده؟ طب ما نعمل subtract، يطلع لي ان اللي فوق ده equal اللي فوق ده باي subtract مين الصغير من الكبير؟ مين الصغير؟ ال AD وال EB 1 from 2 كبير باي subtract 1 from 2. يبقى therefore ان السي دي طلع ايكوال مين؟ السي اي. بس كده، شكرا. تعال نبص على المسألة اللي بعدها، ودي مسألة سهلة جدا. خد بالك بس في انجل مش مرسوم، مش محطوطة بس الرقم بتاعها. انا عندي في انجل ب 65، في انجل ب 95، في انجل ب 30 اللي اسمها ايه؟ دي سي اي ب 30 ديجري. بيقول لي ايه بقى؟ عاوز ابروف ان ده سايكليك كواد. ماشي. عشان ابروف ان ده سايكليك كواد لازم يكون عندي تو انجل. يعني لما دام مرسم لك كده كوادريلاترال بالشكل ده وراسم لك الدياجونالز، خد بالك وعينيك على مين؟ عني مثلا يكون في تو انجل كده باصين على سايد تحت ايكوال بعض. ساعتها اقدر اعمل بروف بايه؟ بالسايكل، بالتو انجل دول ان هم ايه؟ سايكل. او مثلا التو انجل دول مثلا ايكوال بعض اللي باصين لفوق، ساعتها يبقى سايكليك برضه. فانت بتدور على حاجه شبه كده. ماشي. انا عندي هنا انجل ب 95 صح؟ تيجي نجيب الانجل اللي جنبها هنا او اللي جنبها هنا، مش فارقه. تعال نجيب الانجل اللي جنبها هنا. ده كله ستريت لاين، فانا اقدر اعمل 180 minus 95 يجيب لك الانجل اللي جنبها اللي هي اسمها دي اي سي. therefore measure of angle دي اي سي equal 180 minus 95. طلع بكام؟ ب 85. وبعدين دي ب 85. ما تجيب الانجل التالتة في التريانجل. therefore ان measure of angle بي دي سي equal 180 minus 85 plus 30 equal كام؟ احسبها تطلع لي 65. واحدة واحدة كده، تعالى ننضف الدنيا. انا كده عندي 30 85 65. اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان التو انجل دول مالهم؟ ايكوال بعض، وهما الاتنين باصين على السايد مين؟ سي بي. سنس ان هما الاتنين ايكوال بعض، سنس ان ميجر اوف انجل بي اي سي ايكوال ميجر اوف انجل بي دي سي، وهما الاتنين درو اللي هكتبها دي درو ان سيم بيز اللي اسمها ايه؟ سيم بيز سي بي in the same side in same side. هما الاتنين باصين لتحت، يبقى therefore ايه؟ therefore ان A B C دي cyclic quad. بس كده. يلا بينا اللي بعده. نروح بقى للواحدة المثال السهل اللي عندنا. بص على السؤال ده معايا كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا معايا هنا two circle M and N. التو سيركل دول touching outside in point A، وعندي البي سي tangent common tangent للتو سيركل بي سي عند البوينت B and C، والاي دي common tangent of the two circle at point A. ماشي. عايزين نبروف ان الدي mid point of BC. تعال نبص على السيركل الاولانيه اللي هي اسمها M. ايه رايك؟ هي السيركل الاولانيه دي عندها كام تانجنت؟ عندها البي دي والاي دي، صح كده؟ since ان الدي سوري ان since ان الدي بي and دي اي هما الاثنين هما الاثنين تانجنت لمين؟ للسيركل ام، للسيركل ام. ممكن اقول ان الدي بي والدي اي is are two tangent. يبقى therefore في سيركل ام، يبقى therefore على طول ما دام هما الاثنين تو تانجنت بقدر اقول ان هما الاثنين ايكوال بعض. بي دي ايكوال الدي اي. طب ما تيجي نعمل نفس الكلام في السيركل التانية اللي اسمها ان. since ان الدي سي and دي اي are two tangent of circle
سيركل مين؟ N. ما دام ال CD وال DA tangent يبقى therefore إن هما الاتنين equal DC equal DA. طب خلاص ما معايا كده، مش ده equal ده، نمسح كده وأنا مش عندي ده equal ده وده equal ده، يبقى ال BD يبقى therefore إن ال BD equal مين؟ equal ال CD. وما دام ال BD equal ال CD يبقى دي mid point، يبقى therefore إن دي is a midpoint. midpoint of مين؟ of line CB. شكرا، هو ده الريكواير اللي طالبه مني. تعال نبص على اللي بعده. عندي هنا واحد من المسائل المهمة اللي انتوا ساعات كتير بتنسوها. بيتكلم في ايه؟ في ان هو عنده انجل اسمها ABC ب 20 degree اهي، وانجل تانية اسمها BCD ب 60 degree، وعاوز يفايند الانجل E. ماشي. هي الانجل الاولانية اللي اسمها ABC اللي هي ب 20 دي نوعها ايه؟ دي انجل مرسومة الفيرتكس بتاعتها موجودة على السيركل، بتتكون من 2 كورد والانجل والفيرتكس نفسها على السيركل، يبقى دي نوعها انسكرايبد انجل صح. بس على الارك مين؟ AC. طب انسكرايبد ب 20 يبقى الارك بكام؟ الدبل بتاعها هيبقى ب 40، يبقى therefore ان measure of arc الارك اسمه ايه؟ AC equal ايه؟ دبل الميجر بتاع الانجل اللي اسمها ايه؟ ABC. يبقى 2 باي 20 بكام؟ 40 degree. اكتب له جنبها ايه؟ inscribed. فيبقى الارك الدبل بتاعها. طب ما تيجي نعمل نفس الكلام. الانجل BCD inscribed بص على الارك BD صح كده؟ يبقى therefore ان الميجر بتاع الارك BD بكام؟ دبل الميجر بتاع الانجل اللي اسمها BCD. دبل ال 60 يبقى 120. يبقى انا كده عندي الارك في ارك 40 اللي هو اسمه AC، في ارك BD بكام؟ ب 120. انا عاوز اجيب بقى الانجل E. هي مش الانجل دي جت من الانترسكشن بتاع 2 لاين دولت اللي عملوا انترسكشن بره السيركل بالشكل ده؟ انا عندي رول مهمه قوي بتقول لي لو الانترسكشن حصل بره السيركل يبقى الميجر بتاع الانجل ممكن اجيبه ازاي؟ ممكن اجيبه عن طريق الهاف بتاع الديفرنس بين التو ار. الميجر بتاع البي دي ماينس الميجر بتاع مين؟ بتاع الاي سي، يبقى هاف ال 120 ماينس ال 60 ماينس ال 40 انا اسف، اللي هو يطلع بكام يعني؟ 120 ماينس ال 40 ب 80، هاف ال 80 40 ديجري. بس كده يبقى حلينا السؤال ده. تعال نكمل بعد كده في مسألة سهلة نحل بيها. بيقول لي هنا، بيقول لي معايا 2 سيركل ام وان، والتو سيركل دولت عندهم كومن تانجنت اللي هو الاي سي زي ما انا شايف، وعندي تانجنت تاني للسيركل ام اللي هو اسمه اي بي، وتانجنت تالت وتانجنت للسيركل ان اسمه الاي دي صح كده؟ واداني الاي بي مش عارف بكام والاي سي بكام والاي دي بالرقم دوت، وبيقول لي بعد كده ايه؟ عاوز الاكس واي. ماشي. لازم تبقى مركز مع كل سيركل لوحدها. اول سيركل انت عارف ان الاي السيركل ام عندها تو تانجنت اللي هما الاي بي والاي سي صح كده؟ since ان الاي بي and AC are two tangent للسيركل مين؟ of circle M. يبقى therefore ان هما الاتنين equal بعض. بس احنا مشينا خطوة غلط. اقول لك على حاجة ليه؟ اصل انا دلوقتي هخلي دول equal بعض ما استفدتش حاجة. هما الاتنين تو equation. تعالى نمشي من سكة تانية. همشي من السيركل N الاول. هقول ان ال AD and AC two tangent of circle N. يبقى هما الاتنين equal، يبقى ال AD equal ال AC. ما دام ال AD equal AC يبقى 2x minus 3 equal 15، واقدر احل الايكويشن واجيب الاكس. يلا بينا. ودي 3 الناحيه التانيه، minus 3 تروح plus 3، يبقى 2x equal 15 plus 3 اللي هي 18. ودي 2 الناحيه التانيه divide، يبقى الاكس بكام؟ ب 9. كده جبت الاكس. وكده بقيت عارف ان ده ب 13 وده سوري ده ب 15 وده كمان ب 15 زيه صح كده؟
تعالى بقى هنا، تعالى نكمل مكان ما كنا شغالين. احنا قلنا ان الاي بي والاي سي تو تانجنت للسيركل ام، يبقى الاي بي والاي سي مالهم ايكوال بعض. انا عارف ان الاي سي خلاص ب 15، يبقى الاي بي اللي هي ب 3 واي ماينس 6 هي كمان ب 15، وادي الماينس 6 الناحيه الثانيه بلس 6، يبقى 3 واي ايكوال 15 بلس 6 21، وادي 3 الناحيه الثانيه ديفايد، يبقى الواي بكام؟ ب 7. كده جبنا الاكس وجبنا الواي. يلا نبص على السؤال اللي بعده. هنا طالب مني ايه؟ هنا بدأ السؤال وقال لي ان انت معاك الاكس واي زد ايسوسيلس ترينجل. الاكس واي زد دي زد، خد بالك، اوكي دي زد. الاكس واي زد ايسوسيلس ترينجل. انا عارف ان هو ما دام ايسوسيلس يبقى التو انجل دول ايكوال بعض، والتو سايد دول، السايد ده اللي هو اسمه اكس واي والسايد ده كله اللي اسمه اكس زد، كل ده ايكوال بعض. اهم حاجه ان التو انجل ايكوال والتو سايد ايه equal. يبقى سنس ان اكس واي زد ايسوسيلس، يبقى therefore هي ترينجل اكس واي زد ان measure اوف انجل واي ايكوال measure اوف انجل زد. هتنفعني، اكيد هتنفعني. والتو سايد ايكوال بعض، لو نفعتني لو محتاجها هكتبها. وبعدين بيقول لي ان الاكس واي تانجنت للسيركل والاكس زد تانجنت للسيركل ات البوينت دي اند اي، يعني الاكس واي ده والاكس زد تانجنت. وبعدين بيقول لي ان الدي واي بارل مع الواي زد. ماشي، تو لاين دول بارل. عاوز يعمل بروف ان الدي واي زد اي سايكل كواد. ماشي، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا عندي بارل الحمد لله. البارل ده ممكن يعمل لي حاجات كتيره، ممكن يعمل لي حرف اف، حرف يو، حرف زد. بس باين قوي ان الحرف ده هنا ممكن نستعمله كاف بالشكل ده. ايه رايك؟ ونخلي الانجل اللي فوق هنا دي ايكوال الانجل اللي هنا. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يا مستر. تعال نجربه. سنس ان الدي اي بارل مع الواي زد، يبقى therefore ان measure of angle اكس دي اي equal measure of angle y. صح كده؟ يبقى الانجل دي equal الانجل دي. طب انت من شويه قلت ان الواي والزد equal بعض، ودلوقتي الاكس دي اي equal الواي، ودول كمان equal بعض، يعني 1 equal 2 و2 equal 3، يعني التلاتة دول equal. طب بص لي والنبي على الانجل دي والانجل دي. هي مش الانجل دي اللي بره دي اكستيريور بالنسبه للسايكليك ده؟ ما دام اكستيريور بالنسبه له يبقى وهما الاثنين ايكوال، يبقى ده سايكليك. سنس ان ميجر اوف انجل اكس دي اي ايكوال ميجر اوف انجل زد. ما دام الاثنين دول ايكوال بعض وهما الاثنين فيهم واحده منهم اكستيريور، واحده منهم اكستيريور، يبقى therefore ان ده سايكليك. ال دي واي زد اي سايكليك كواد. شكرا. كده فاضل لي خلاص سؤالين ثلاثه السي ونخلص الفيديو بتاعنا. السؤال بتاعي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاي بي diameter للسيركل بتاعتنا، الاي بي diameter يعني قسم السيركل نصين، والسي او تانجنت، والدي او perpendicular على الاي بي. بيقول لي ان هو عاوز يبروف ان الاي دي سي اي سايكليك كواد. ماشي، انا عندي هنا انجل ب 90، شايف؟ سنس ان الدي او perpendicular على الاي بي، يبقى therefore على طول ان في انجل ب 90. measure of angle دي، او خليها اي دي اي، دي اي equal 90 degree. كده معايا 90 degree. هل يا ترى عندي انجل تانية جوه ترينجل جوه الكوادريلاترال دوت؟ ايوه، حد هيركز دلوقتي ويقول لي يا مستر، هو مش يا مستر الاي بي diameter سنس ان اي بي diameter للسيركل، diameter of circle. ما دام diameter للسيركل يبقى قسمها نصين، ولو في inscribed مرسومه بص على الدايمتر ده، يعني بص على نص السيركل، الانسكرايبد المرسومه على نص السيركل بيكون الميجر بتاعها بكام؟ 90 degree. يبقى therefore ان measure of angle ACB الانسكرايبد المرسومه على half circle الميجر بتاعها بكام؟ 90 degree.
inscribed. بس كده معايا 90 و90 والاتنين في وش بعض. طب ما تعملهم بلس. since ان measure of angle EDA plus measure of angle ACB. عملت ال 90 بلس ال 90 اديني كام؟ 180. وما دام السم بتاعهم ب 180 يبقى therefore ان ده سايكليك، ان ADEC سايكليك كواد. شكرا، عرف ان هو سايكليك. وبعدين نعمل ايه دلوقتي؟ تعالى بقى ركز معايا. انا عارف دلوقتي خلاص ان ده سايكليك كواد. عاوز يعمل بروف ان التريانجل OEC ايسوسيلس. ازاي اعمل بروف ان هو ايسوسيلس؟ عن طريق ان انا الاقي ان في تو انجل جوه التريانجل ايكوال بعض. ماشي يا مستر، الانجل اي دي مش ايكوال لحد، بس هي ايكوال لمين؟ هي ممكن تكون ايكوال للانجل دي. ايه رايك؟ ايكوال ليها ولا مش ايكوال ليها؟ هي فعلا ايكوال ليها عن طريق ايه؟ الفيرتيكال اوبوزيت انجل. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب وبعدين ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا نبص ان الانجل دي هي بره الكوادريلاترال، صح؟ اكستيريور تعتبر. ما دام هي اكستيريور، الانجل اللي هنا اكستيريور للكوادريلاترال، فممكن اقول انها اوبوزيت اوف ادجيسنت، يعني ايكوال لمين؟ للايه. ودي احلى. كده انا خليت الانجل اللي بره الاي دي، اللي من بره هنا، اللي اسمها او اي سي، ايكوال لمين؟ الانجل ايه اللي جوه الكوادريلاترال. طب دي هتفيدني اكتر من اللي بره، دي ملهاش لازمه. الفيرتيكال اوبوزيت انجل دي ما كانش ليها لازمه. يلا نكمل. هنقول له ايه؟ ممكن نكتب هنا شويه. اقول له therefore measure of angle OEC equal measure of angle A. واكتب له جنبها ايه؟ exterior. خلاص، فالانجل دي equal الانجل دي، هما الاتنين exterior. طب الانجل A بص على الانجل، على الارك مين؟ على الارك سي بي ده كله. واللي انا عارف كويس ان الاو سي تانجنت، صح؟ فالانجل دي انجل اوف تانجنسي since ان الاو سي تانجنت. يبقى therefore ان measure of angle OCB تانجنسي ايكوال لمين؟ ايكوال للانجل الانسكرايبد اللي باصه مع نفس الارك بي سي، اللي هي انجل مين؟ A. ليه؟ اكتب له تانجنسي. طب خلاص، مش دي ايكوال للاي ودي ايكوال للاي، يبقى الاثنين دول مالهم؟ ايكوال بعض. هنكتب ان هم ايكوال. يبقى therefore measure of angle OEC equal measure of angle OCB. طب ما دام دي equal دي يبقى ده isosceles، يبقى therefore ان OCE isosceles triangle. شكرا. يلا نبص على اللي بعدها. ركز بقى معايا قوي في الرسمه دي عشان هي يمكن صغيره شويه فمتعبه. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت معاك تو سيركل ار كونجرنت. يعني ايه كونجرنت؟ تو سيركل كونجرنت معناهم ان هما الاثنين عندهم نفس الريديوس، هما الاثنين ايكوال نفس الايه؟ ريديوس. فالتو سيركل كونجرنت. وديستنت معنى كده ان هما بعاد عن بعض، مش لامسين بعض، مش تاتشنج اكسترنالي مثلا، وده واضح عندي. وبيقول لي ان الاي ميد بوينت سنس ان الاي ميد بوينت اوف ام ان، يعني اللاين ده ايكوال اللاين ده. طب ما تيجي تكتبها يبقى زي 4 ان ان اي ايكوال ام اي. وبعدين كده معايا سايد وسايد ايكوال بعض. ويقول لي بروف ان الاي بي ايكوال السي دي. عايزين نبروف بقى ان اللاين اي بي اللي هو اللاين ده كله، الكورد ده كله، ايكوال الكورد ده كله اللي هو الدي سي. تعال نزوم شويه ونشوف الكلام عليه. ماشي، تعال هنا. تحل مساله زي دي ازاي؟ انت كل اللي تعرفه دلوقتي ان انت معاك تو سايد ايكوال بعض، وباين قوي من الرسمه هنا ان في تو انجل ايكوال كمان. في تو انجل ايكوال اللي هم مين؟ عندي هنا بيربنديكولار اهو، وعندي هنا بيربنديكولار، صح كده؟ طب انت مش بتشبه على حاجه في الموضوع ده؟ ان انت لو عندك
في انجل ايكوال انجل، وانا عارف كويس قوي ان في سايد ايكوال سايد. وبعدين هنعمل ايه؟ وبعدين لو ركزت الاقي ان انا عندي هنا الانجل دي والانجل دي vertically opposite angle مع بعض. فانا كده معايا ثلاث حاجات equal بعض، ثلاث حاجات 3 elements في التريانجل الاولاني equal 3 elements في التريانجل التاني. انا كتبت الاولانيه اللي هي مين؟ ان في سايد equal سايد، في سايد اهو equal سايد اهو. ايه تاني؟ في انجل equal انجل يا مستر، since ان measure of angle x e m equal measure of angle n e y. ليه؟ vertically opposite angle. وبعدين عندك هنا عامل لك perpendicular وهنا عامل لك perpendicular since ان ny perpendicular على ال DC، يبقى therefore ان measure of angle y equal 90. وsince ان mx perpendicular على ال AB، يبقى therefore ان measure of angle x 90. يعني الاتنين equal بعض، measure of angle x equal measure of angle y. طب خلاص انت عندك 3 element في الترينجل الاولاني equal 3 element في الترينجل التاني، صح كده؟ طب ما انت بده تقدر تقول ان التو ترينجل مالهم congruent. ادي 1 قلنا في 1 اهي، وادي 2 وادي 3. يبقى therefore ان الترينجل ان واي اي congruent للترينجل ام اكس اي. تو ترينجل ار congruent. ليه؟ معايا سايد ايكوال سايد وانجل ايكوال انجل وانجل ايكوال انجل. وبعدين انت عاوز ايه دلوقتي بقى؟ انت خلاص بقيت عارف خلاص ان التو ترينجل كونجرنت. دلوقتي تقدر تقول له ان كمان عندي ال ان واي ايكوال اكس ام. ليه؟ ما انت لسه عامل كونجرنت، يبقى تقدر تقول ان في اي سايد ايكوال اي سايد الناحيه التانيه. يبقى فور ان واي ايكوال الام اكس. بص بقى معايا، دي حاجه مهمه قوي لازم تكون فاهمها كويس. ان انت لو عندك البربنديكولار ديستانس هنا ايكوال بيربنديكولار ديستانس، يعني المسافه من السنتر لحد الكورد هنا ايكوال المسافه من السنتر لحد الكورد هنا. وسنس ان التو سيركل ار ايه؟ كونجرنت. التو سيركل اصلا زي بعض بالظبط، كونجرنت ايكوال لبعض، صح كده؟ له سنس تو سيركل كونجرنت. كونجرنت ما دام التو سيركل كونجرنت والديستانس من ال ان واي والديستانس ام اكس هما الاثنين ايكوال بعض، يبقى اقدر اقول له زير فور ان الدي سي ايكوال الاي بي. تاني، يبقى ازاي عملت بروف ان الكورد ايكوال الكورد؟ لازم يكون يا مستر عندي تو لاين بيربنديكولار اهم بيربنديكولار، والتو لاين دول ايكوال بعض، لان واي ايكوال ام اكس فعلا ايكوال بعض، بيربنديكولار ايكوال بعض، والتو سيركل كونجرنت. يبقى اقدر اقول ان الكورد ايكوال ايه؟ الكورد. خلص المساله. تعال نبص على المساله اللي بعدها. المساله دي واضحه وصريحه وبسيطه جدا وما فيهاش اي رسومات. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان معاك find length and the measure of circle of measure of arc represent 2/3 of measure of circle. واحده واحده. اول ما بيقول لك عاوز اللينس بتاع الارك، عينك بتروح على مين؟ على رول مهم قوي بتقول لي ان الميجر اوفر 360 ايكوال اللينس اوفر السيركمفرنس. دي اللي تيجي في بالك. ماشي، هو بيتكلم عن ارك. الارك ده بيمثل 2 over 3 من الميجر بتاع السيركل. يعني الميجر بتاع الارك ايكوال ايه؟ ايكوال 2 over 3 من السيركل. السيركل بكام؟ ب 360. تعملهم ملتبلاي يطلع لك كام؟ يطلع لك 240. يبقى الميجر بتاع الارك ب 240. دلوقتي عاوزين نجيب مين؟ انا كان معايا الميجر بكام؟ 240. عاوز اجيب اللينس، لازم يكون عندك السيركمفرنس. طب تعالى نحسب السيركمفرنس. السيركمفرنس هجيبه ازاي؟ 2 باي ار. ال2 ماشي، الباي هو قايل لي ب 22 over 7، والار هو قال لك ان الراديوس ب 21. لما اجي احسبها دلوقتي هيطلع لي كام؟ يطلع لي 132 سنتيمتر. يبقى اقدر دلوقتي استخدم الرول بتاعتنا 240 divide 360 equal اللينس over السيركمفرنس اللي هو 132.
عاوز تجيب اللينس دلوقتي تعمل ايه؟ تعمل كروس مالتيبليكيشن، دول ملتبلاي بعض 240 ملتبلاي 132 ديفايد 360 تحسبها على الكالكوليتر وزي ما تطلع لك. يبقى كده احنا حلينا السؤال وجبنا الميجر وجبنا ايه؟ اللينس. كده فاضل لي سؤال واحد وابقى خلصت ايه؟ الريفيجن بتاعنا والحمد لله ايه؟ ناخد نفسنا ونحل كام امتحان وننام ايه؟ نروح امتحاننا. يلا بينا. بيقول لي هنا السؤال سهل وبسيط، ركز بس معايا فيه. هو بدأ السؤال وقال لي ان الاي بي والسي دي ايكوال بعض. التو كورد دولت الاي بي ايكوال السي دي. وبيقول لي ان انا عندي انجل هنا ب 130 صغيره شويه دي، والاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت. انت عارف كويس ان الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت بيعمل لك ايه؟ سنس اكس از ميد بوينت لمين الميد بوينت ده؟ اوف اي بي. يعمل لك ايه الاكس لما يكون ميد بوينت؟ therefore ان الام اكس بيربنديكولار على مين؟ على الاي بي. طب ولما يكون الواي كمان ميد بوينت وواي از ميد بوينت اوف سي دي، يبقى therefore ان الام واي بيربنديكولار على السي دي. يعني هنا عندي perpendicular وهنا عندي perpendicular، صح كده؟ طب مش هو قال لك ان التو كورد ايكوال بعض؟ since ان الاي بي equal السي دي from 1 to 3، يبقى therefore from 1 to 3 therefore ان التو لاين دول equal بعض my equal mx. يبقى تاني كورد ايكوال كورد perpendicular يعمل لك التو لاين اللي جوه دول ايكوال بعض mx ايكوال ايه؟ my. طب وبعدين تو لاين ايكوال تو سايد ايكوال في التريانجل، فاقدر اجيب اي انجل من جوه. يبقى therefore ان الميجر بتاع الانجل اللي انت عاوزها اللي هي اسمها ام اكس واي هجيبها ازاي؟ 180 ماينس ال 130 واللي يطلع لي اعمله ديفايد ايه؟ 2 يطلع لي كام؟ هيطلع لي 25 ديجري. دلوقتي عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك الاول تركز ان انت تعمل ايه؟ تفتح لك امتحان جيومتري تقدر تحله على مهلك. وما تنساش تعمل لايك وشير وتبعت الفيديو لاصحابك، وان شاء الله هتقفل الامتحان. يلا، سلام عليكم، سنة سعيدة.